بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا يسون، مرحبا بكم. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير ومهنيين. قبل ما نكمل لا فيديو حبيت نقول لكم برك تسمحوا لي، راني غبت عليكم هاد الايامات مانيش نحط فيديوهات، وهذا لانه ما رانيش في داري. كانوا عرضوني للعرس وراني في الجي. ان شاء الله نعاود نوليو نكملوا الفيديوهات مع بعض. وهاد لا فيديو كنت وجدتها من قبل، دونك فيديو تاع تحضيرات لرمضان ان شاء الله. جبت لكم يعني الطريقة كيفاش ديروا راس الحانوت القبائلي اللي نديروا به عدة وصفات، ماشي الوصفة التقليدية برك، الجزائر القبائلية برك، مام كسوا شربة كامل. يعني الوصفات ريحتهم يعني من أروع ما يكون، وكي طيبوا بهم الماكلة يعني ديك الماكلة تريح، يعني ريحتها تعبق كامل الدار ومام الحومة كامل يا البنات. وتاني ليناير جبت لكم هاد الوصفة التقليدية الجزائرية اللي هي الشواط تاع معلباش الدلس ولا بومرداس. أنا اللي ورثه ليه هي من بومرداس. هو مطلوع مخدوم بالبطاطا والسميد ولا الفارينة، كل واحد واش يدير له، وبنين بزاف بزاف ناكلو هكذا بزيت الزيتون ولا بالعسيلة. دونك كملوا معايا لا فيديو للآخر، ما تنساوليش برك هذاك الجام والتعليق ديالكم اللي تشجعني. هنا كيما شفتوني كنت بديت بهذاك الحبق، خديت كمية كبيرة تاع الحبق اليابس، الورق تاع الحبق. تقدروا تزيدوا مام شوية من هذاك الحبق الحب، الزريعة ديالو شوية برك فتيتها. ووريت لكم تاني نجمة الأرض ديروا منه 3 ولا 4 يكفيه 3، تو ديبون شحال درتو. الكزبر كيما تعرفوا راس الحانوت كامل، راس الحانوت لا باز ديالو الكزبر، لازم ناخدو منه كمية كبيرة على لي زوتر زيبيس. وتقدروا ديروا ولا تزيدوا لهاد الكزبر لي زيبيس اللي تحبوا. واش عندكم لي زيبيس ابار جوز الطيب ما ديروهاش هكذا، والكمون ديروا غير فتيته. دونك الا خديتوا 250 غرام تاع كزبر حب، تزيدوا مغرفه كبيره تاع فلفل كحل، ما تكتروش بزاف يعني. تاني مغرفه كبيره تكون معمره تاع حبه البسباس، مغرفه كبيره تكون معمره تاع حبه حلاوه، كتروا ما فيها والو، لا كترتو راح يكون مليح بليتو. تاني شويه فتيته برك تاع الكمون، تقدروا ما ديروش ميم با، غير ديروا غير شويه. تاني نص مغرفه صغيره تاع السانوج الزرارع، ما تكتروش السانوج سينو لي زيبيس ديالكم يولوا كحوله. ومن بعد ناخد لي زيبيس اليابسين، كيما وريت لكم تاخدوا شويه تاع نجمه الارض قيس 3 ولا، وتزيدوا الكركم قيس 4 كركم يابس، الزنجبيل تاني قيس 4 ولا 5، وعود قرفة كيف كيف، وتاني قرنفل مغرفة صغيرة تاع القرنفل حب، حبيبة تاع الكبابة ديروا واش تحبوا، 4 5. تاني الخنجلان البنات، انا ما عنديش، عندي يعني بصح تبيري مالي، دونك ديروا منه 2 3، والكبابه تاني ما عنديش. فوالا اللي عندكم ديروا. ناخذ هاد الرحيوه، هذه نرحي فيها القهوه قديمه بزاف بزاف، وكاين هذوك الرحيوات اللي يرحوا لي زيبيس سبيسيال تاع لي زيبيس. نخلط هاد المقادير كامل، وكما قلت لكم كثروا من الحبق تاع الورقه داك اليابس. ندير كميه صغيره، ما تكثروش بزاف حتى تتعمر مليح ما تقدروش ترحوا. وهنا نوري لكم هذا الفلفل الاحمر الحار اللي كنت نشفتو في الدار، يبستو يعني في الدار او يابس. يعني انا هاد لي زيبي شريتهم هكذايا مخلطين، يعني الا ما درتوهم في الدار ديروا من هذاك الفلفل الحار. راني نوري لكم هنايا تاني هذاك الزنجبيل والكركم اليابس كيفاش داير، بلا كاين اللي ما يعرفهمش. دونك خذوا منهم هكذا كيما قلت لكم واش تحبوا، لانه يعني ميم تكثروا ما راحش يضرهم، لي زيبيتيز ديالكم راح يخرجوا هايلين. فوالا ونبقى نرحي تخي تخي بيان، نرحيهم مليحهم بودغ هكذا، نخلطهم وميم طون وانا راني نرحي ونفرغ في هاد البلاره الكبيره. وجيست بعد ما نفرغ داخل البلاره نغلقها تمتم البنات، ما تخلوهاش الي غليبغ يعني مفتوحه هكذاك، سينو يروحوا كامل المنافع تاعها ولا غون تاعها. فوالا تاني نكملوا من بعد وانا راني نرحي. وكما قلت لكم هذوك اليابسين كامل دقيتهم في المهراز، كما القرنفل الزنجبيل الكركم الخنجلان القرفة عود وكامل، لانه الا رحيتوهم مع هاد لي زيبيس كامل راح تتكسر لكم هاد الرحيوه. فوالا كيما راكم تشوفوا راني نخلط طون طون ونرحيهم، لازم يترحاو تري بيان اون بودر. او ميم طون شتوني راني نزيد تاني من هذوك لي زيبيس اللي كاين في المهراز.
وهكذا نكمّل نرحي كامل لي زيبيس ديالي ونفرّغهم في هاد البلّارة. شوفوا لي زيبيس خرجوا هايلين، لا كولور تاعهم شابة، ريحتهم كي نقول لكم الكوزينة راهي تعبّق كامل بهاد الريحة تاع لي زيبيس راس الحانوت وميم يعني كي طيبوا بيهم صدقوني البنات حنا في الدشرة تشمي ريحة هاديك الماكلة، ريحة بنينة، بنينة. فوالا أغلقوها تمتم، ما تستناوش حتى تكملوا كامل ترحوا لي زيبيس تاعكم باش تغلقوها. فوالا هكذا كي نكمّل نخلّط هادوك لي زيبيس داخل هاديك البلّارة مليح، هكذا باش ندمجوا كامل هادوك المقادير تاع لي زيبيس كساسوا هادوك اليابسين وكامل كيما راكم تشوفوا. تاني كنصيحة للبنات ما تخلوهمش في هاد البلّارة الكبيرة وتقعدوا يعني تستعملوها هكذا ديريكتومون نو، نو، تاخدوا بلّارة صغيرة وتعمروها بهاد لي زيبيس قيس ما طيبوا quelques jours فوالا باش يقعدوا جدد يعني. وكي تخلاص تاني تزيدوا تعمروها. هكذا يا البنات كيما راكم تشوفوا راني نعمّرها ونغلقها ونحطها في البيفي. وتاني البنات هاد الصغيرة كيف كي تاخدوا منها يعني طيبوا بها غلقوها تمتم، هكذا باش ما تروحش الريحة تاعهم. شوفوها هايليك نحطها تجي وهاد الكبيرة ندير لها ورق شفاف كيما راكم تشوفوا نغطيها تري بيان ونغطيها بالغطيوة تاعها ونحطها في الفريجيدار. بعد ما تخلص هاد الكمية اللي درتها في هاد البلارة صغيرة نعمر من الكبيرة. راكم فهمتوني البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتجربوا هاد لي زيبيس ديروهم ان شاء الله ميم في رمضان طيبوا بهم في رمضان. نولي للخبز اللي قلت لكم اللي يقولوا له الشواط المطلوع اللي بالبطاطا. خديت حبيبات بطاطا أنا غليتهم في الماء وزدت الملح دو بريفيرونس البنات تفوروهم نقوهم وفوروهم قيس رطل هكذا تاع البطاطا رطل. راني درت لها الملح راني نعبّص فيها هكدايا بهاد البريس بخوي بريس بيوري اسمحوا لي. هنايا في جفنة خديت كيلة من هذيك البطاطا اللي كنت عبّصتها شفتوني وكيلة من سميد يكون رطب نورمالمون لا فغي يعني تاع هاد الشواط لازم 2 كيلات تاع بطاطا في كيلة تاع سميد، البطاطا بوكو بلوس هكذا باش تبان البطاطا في هاد الخبز. وكاين اللي يديروا 2 كيلات تاع سميد وكيلة تاع البطاطا هو لا لازم يبان البطاطا. كاين اللي يدير بالفارينة أنا جو بريفير بالسميد. راني درت مغرفة صغيرة تاع خميرة الخبز ما تكونش معمرة ومغرفة صغيرة تاع السكر مغرفة صغيرة تاع الملح جو بريفير نزيد ونبقى نضيف الماء بالتدريج الماء دافي. هكذا راني نسيت ما درتش الملح دوك ندير كيما قلت لكم ندير مغرفة صغيرة ونبقى نجمع ولا نلمها بالماء دافي. قلت لكم ما لازمش تكون طرية لازم تكون يابسة دوك نوري لكم القوام نتاعها. هاد الوصفة البنات كانت وراتها لي وحدة كانت مريضة مسكينة يعني لا مازالها مريضة ربي يشافيها إن شاء الله. كنت نتلاقى بها كانت مريضة في حالة هي من بومرداس وهي اللي ورات لي هاد الوصفة وقالت لي ديري كيلة بطاطا وكيلة سميد فوالا وكل واحد كيفاش يطيبها. أنا درتها على الطريقة تاع هادي اللي وراتها لي فوالا. شوفوا القوام لازم يكون هكذا يابس ونبقى نعجنها شوية ماشي بزاف لأنه السميد راهو رطب. أعجنوها غير 5 دقايق إلا حبيتو ديروها بالفارينة ديروها بالفارينة أنا تعلمتها هكدايا وراتها لي بالسميد هكذا كيما راكم تشوفوا. نبقى نعجن شوية يا ربي 5 دقايق ولا 10 دقايق كيما تحبوا باش هكذا نبدا نزيد هذيك البطاطا وانا راني ندير بشوية بشوية فوالا. كي ندخل الكمية اللي درتها وانا راني نعجن ومن بعد نزيد الكمية الأخرى فوالا وهي راح تتلاصق بصح ما تقلقوش روحكم ومن بعد تولي تسقم. وكيما قلت لكم لازم ديروا لها 2 كيلات جاب لي ربي باش تبان البطاطا في هاد المطلوح هكذا ونزيد نبقى نزيد حتى وين نكمل كامل هذيك البطاطا يا البنات فوالا. من بعد تولي تتلاصق شوفوا كيفاش ولات راهي تتلاصق وراح تغبنكم ما كاش مشكل. خذوا شويه تاع الزيت انا درت زيت الزيتون كاين اللي يدير لها مام داخل الزيته انا راح نجمعها برك هكذا نسقمها بالزيت. شوفوا نقعد نزيد الزيت وكما قلت لكم تقدروا دائما تذوقوا ما تكتروش الملح من قبل. راني دقته ولقيت يعني راهي مسوسه لانه البطاطا ديجا درت لها الملح فوالا. نجمعها هكذا دائما بزيت الزيتون ونقسمها على 3 كوارع تخرجوا لي 3
دو بريفيرونس ديروهم صغار، لأنه راح نيطاليهم رقاق مليح دوك تشوفوا. ناخذ من بعد السميد يكون رطب، هذاك السمسل كيما يقولوا، هاذوك الكويرات نسقمهم ونحطهم هنايا في السميد، وناخذ طرشونة ولا تشليقة، ندير لها السميد، ندردر السميد وكتروا السميد، لأنه راهي فيها البطاطا هاد العجينة وحتلصق لكم، ما تخافوش ديروا سميد. نزيد الكويرة الأخرى تاني نفس الشي، فوالا وبقاو ديروا سمحوا لي السميد هكذا. ومن بعد نبدا نيطالي، خليتهم شويه يرتاحوا نيطالي، ولازم يعني تيطاليوهم رقاق، فوالا رقاق مليح ماشي كيما المطلوعه. نبقى نقلبها وميم طون نزيد السميد، ولا شفتوها تتلاصق ديروا السميد ما تخافوش، فوالا راهي فيها البطاطا. شوفوا نقلبها، نقعد نقلبها حتى وين تولي رقيقه، السمك ديالها قال لك لازم تكون رقيقه. ومن بعد نحط طاجين يسخن وانا نغطيهم قبل باش يخمروا غير شويه، يعني دوك نوري لكم كيفاش راح نرفدها هذه، لانه كنت طيبت الاولانيات. ناخذ هكذايا لوحه ونرميها ديريكتومون، فوالا. ولازم يكون فيها داك السميده باش ما تلصق لكمش. نحي كامل ليكسي تاع السميد باش ما يتحرق لكمش في الطاجين. ها ملي كان البنات ننفضها تري بيان باش نحطها طيب. شوفوا الطاجين قلت لكم يكون سخون، وبعد نقصوا الطاجين موين باش طيب لكم. راني حطيتها في الطاجين هذا، لا حبيتو تاع الفخار ولا تاع الحديد، راني في لا كويزينيير. جوست تبدا يعني تحسوا بها يعني بدات تطيب ولا تتواسى تنشفت شويه، اقلبوها تمتم. راني قستها شويه، تقطعت لي، لصقتها وقلبوها. تسناو عليها ثواني برك وبقاو تقلبوا فيها. هاي اللي وهي تبدا تتنفخ، كاين اللي تتنفخ وكاين اللي ما تتنفخش، يعني عادي لا ما تنفختش. انا تنفخت لي هكذايا شويه كما راكم تشوفوا، نطيبها ونقلبها وانا نقعد نقلب فيها حتى وين طيب وتولي حميمره. كاين اللي يقول لك لازم تتشوط، على بها يقولوا لها الشواط، فوالا. وهكذا بعد ما طابت راني نحطها في هاد لاكغي وطيبت هذوك الاخرين. وهاوليك المطلوع تاع البطاطا ولا الشواط الدلسي ولا تاع بومرداس، والله ما نعرف يا البنات من اي منطقه هذا المطلوع، بصح حنا في المنطقه ديالنا تاع الاربعه قالوا لي كانوا يديروه زمان زمان. وهاد العجينه ديال هاد الشواط يعني دايره كيما العجينه تاع لي نيوكيز. وكنصيحه البنات كثروا البطاطا بوكو بليس، ديروا 2 كيلات بطاطا بكيله تاع السميد. وانا جو بريفير بالسميد، حبيتوا ديروا بالفارينه كيما تحبوا. وهو سخون كيما شفتوا هذا سخون مليح الاخراني، راني درت له زيت الزيتون وهكذا باش يتشرب يعني. وشوفوه كيفاش خرج من داخل، يعني خرج خفيف خفيف وبنينه. وتقدروا تاني ديروا الزبده والعسيله ولا العسيله وحدها وتشربوا به قهوه حليب، ولا ميم هكذا بزيت الزيتون ترافقوا به الاطباق. المهم جربوه البنات، متاكده ان شاء الله راح يعجبكم. وتاني جربوا راس الحانوت تاع القبايل ولا غير هايل، ديروا به كامل الاطباق مام الشربه في رمضان الى حيانا ربي. ونقول لكم سمحوا لي البنات، هاد الايامات ما نيش نحط لكم فيديوهات لانه ما رانيش في داري، قلت لكم راني في الجزائر، وان شاء الله نعاود نولوا الفيديوهات ديالنا هكذا. البنات نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، لا كان عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي جام البارطاج مع الاحباب والاصدقاء. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في صحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جاكم ندير لهنا التلويث ارتفات ما يبغى ربه.